أي بنت حاب تتزوج ودير أسرة وتكون أم، وأهم شي تلقى شريك الحياة المناسب. أروح نمدلك قانون اللي تمشي بيه، والرجل المناسب يجيك رزق من عند ربي. القانون هو ركزي على روحك والراجل يجي وحده. أهم الحاجات اللي لازم تركزي عليهم: أولا إرضاء الله في كل شيء، منها لباس المحتشم والحجاب الشرعي، العمل الخيري، الصلاة في الوقت، الصدقة، وحتى قراءة القرآن وحفظه. والعمل الصالح لازم يكون روتين يومي في حياتك. ثاني شيء عندك إرضاء الوالدين وطاعتهما، لأنها من طاعة الله، ويعني تسمعي هضرة تاع والديك وتطيعيهم وتحافظي على شرفهم وكرامتهم، وتكوني صورة حسنة تمثلهم في الخارج، وتعاوني موك في شغل تاع الدار بالشي اللي تقدري عليه. ثالث شيء عندك الاعتناء بالنفس. أول حاجة هي النظافة الشخصية، لازم تكوني إنسانة نظيفة وأنيقة، والبعد كل البعد على المكياج ومواد التجميل. اعتني بالجمال الطبيعي اللي خلقك ربي به. رابع شيء عندك الدراسة، لازم توصلي تتحصلي على أعلى الشهادات، تبداي بالبكالوريا ثم ليسونس ثم الماستر وحتى دكتوراه، وعلاش لا. المهم الشهادة، أعلى شهادة ممكن تتحصلي عليها وصلي لها وما تبخليش روحك. كعاد الشهادة تزيد فيك، لاش تا ما خدمتيش، مجرد الحصول على الشهادة تحسي بالفخر وتزيد ثقتك في روحك. خامس حاجة تعلم حرفة. وانتي تقراي في كل هذه السنوات يكون عندك وقت فراغ، خاصة في الصيف، لازم تتعلمي حرفة وتدخلي منها مصروفك. اذا خلاوك داركم تخدمي، واذا ما خلاوكش تخدمي تعلمي شحال من حرفة، شغلي بهم روحك. وكما قالوا ناس زمان: تعلم وترك، يجي النهار وين راح تحتاجيهم. ديري البرمي وتعلمي تسوقي، لانه تعلم السياقة على صغر اسهل بكثير، وقادر كي تزوجي ما يخليكش راجلك ديري البرمي. ديري المستحيل باش ديري البرمي وتعلمي تسوقي. واذا كانوا داركم يقدروا يصرفوا عليك ويمدولك يبدولكم ديريه، واذا كان ما يقدروش يمدولك تعلمي حرفة وخدمي بيها ولمي صواتك وديري البرمي. تعلم اللغات، لازم تتعلم اللغة الإنجليزية لشتا وحدك من اليوتيوب، لازم هذا يكون هدف في حياتك، لأنك راح تحتاجيها حتى في تعليم أولادك مستقبلا. وضرك قولي لي، وانتي ديري في هذا كامل عندك الوقت تخمي في الزواج؟ والله ما يكون عندك الوقت، وراح تكوني لاتيه غير بنفسك وتطوري فيها، والناس راهم يشوفوا في تطوراتك، في نجاحاتك، في لبستك المحترمة، في تربيتك، وهذا يخلي 1000 واحد يتمناك. وشكون ما يتمناش طفلة متربية ورزينة ومدينة وفحلة وتعرف تسوق وتعرف تدير الشغل تاع الدار وتعرف اللغات وعندها حرفة في يدها وعندها شهادة، يعني تكوني بمعنى الكلمة كاملة ومكمولة، وكل اسبوع بصنعة. وكما قلت لك الجزاء من جنس العمل، ربي راح يجازيك قدر مكتوبك يطول. قدر تزوجي على 21 سنة، كما قدر تزوجي على 25، كما قدر تزوجي على 30، وكما قدر تزوجي على أكثر.